خطوط خطيره. طيب يعني في موضوع سؤال بس وحيد كده بقى، هو الزمالك سحب الشكوى بتاعته ولا ما سحبهاش؟ لا ما سحبهاش. ما سحبهاش. لا خالص خالص. يعني الشكوى بتاعت الزمالك قائمه في اتحاد الكوره دلوقتي موجوده؟ لا ده مش في اتحاد الكوره، في لجنه التظلمات. لجنه التظلمات. لجنه التظلمات. طيب الموضوع هيخلص على ايه او واقف فين لغايه دلوقتي؟ يعني ايه الاقرب؟ الموضوع انتوا كنتوا خدتوا قرار بايقاف اللاعب 4 شهور وغرامه ماليه. خلاص ده القرار ده القرار بتقديم الاهلي التظلم. اترفع القرار. ومن حقه دلوقتي يشارك. دلوقتي العقوبه مرفوعه. انا خدت قرار عشان نبين قدام حضرتك ووجود حضرتك. اولا احنا بقى لنا 3 ايام جرى جلسه يعني مشكوره فيها بعض الزملاء في مجلس الاداره واحمد مجاهد قعدنا واعتذر وبدانا صفحه جديده لمصلحه الكره المصريه. احنا في اتحاد الكوره ما عندناش مشكله عشان بس ما حدش عامل عشان معانا ان بينا صراعات. خلافنا وجهات النظر في اللاعبين بيني وبين احمد مجاهد انتهت الى الابد. تمام. عشان ودي بقولها قدام حضرتك يمكن اول مره علينا. تمام. فهذا الموضوع ما عادش فيه، بالعكس احنا في تنسيق كامل في كافه الامور بالحيثيات بكل خلال المرحله الجايه، لان احنا في مرحله حرجه جدا بتمر بيها البلد الكره المصريه مش محتاجه ان يبقى في اي يعني صراع. احمد الشيخ دلوقتي العقوبه اترفعت، يعني ممكن يلعب دلوقتي بعد تظلم الاهلي. كان الاستشكال التظلم ما يوقفش التنفيذ. ماشي. بتعليمات الاتحاد الدولي التظلم يوقف التنفيذ. يعني لعيب تدي عقوبه مليون جنيه في الايام دي قبل زمان، قبل انا ما اخد القرار ده في اللجنه يدفع مليون جنيه وبعدين يتظلم. لا طالما اتظلم ما ممكن يرفع له اوقف تنفيذ العقوبه لحين انتهاء من التظلم. بس العقوبه تتحسب من بعد انتهاء التظلم. يعني انا رفعت الايقاف، افرض لعيب التظلم ايد الايقاف، يبدا الايقاف من تاريخ الايه؟ من تاريخ لا يعني القرار دلوقتي عند لجنه التظلمات يا تأيد الايقاف ولا نعرف حضرتك هيلعبوا هيجتمعوا امتى ولا ناويين على ايه. هم الورق كله دلوقتي في حوزتهم. حتى كانوا طالبين الورق والاطلاع. الورق قلنا كشركه تقول لاعبين، قلت له انا ما عنديش ورق، كل الورق برمته عند المستشار. يعني لجنه التظلمات هي اللي في ايدها القرار دلوقتي، يا اما تؤيد ايقاف اللاعب وانا وحضرتك اي قرار هيطلع بحيثياته انا كاتحاد كوره وكلام تقول لاعبين ما عندناش اي غضاضه ولا فارق معانا. انت مش فارقه معاك يتوقف يلعب مش قصتك. يعني انا خلي واحده يعني انا كنت ممكن يفرق معايا في حاجه واحده. انا عملنا ايه؟ لما تنازل المستشار مرتضى منصور